السلام عليكم. واش مازال ممكن تشري دار رخيصة في المغرب؟ الجواب صادم. 5 المدن في المغرب تقدر تشري فيها دار بثمن طوموبيل. تخيل معايا دار ملكك ماكرة مصدع بثمن أقل من 20 مليون سنتيم. واش هاد الشي مازال ممكن في المغرب سنة 2026؟ بزاف الناس يقولوا لا، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. اليوم غادي نوريك أرخص المدن في المغرب لشراء دار، مدن مازال ما وصلهاش الغلا، واللي إلا دخلتي ليها دابا ممكن تربح بزاف في المستقبل. خليكم معايا حتى الاخر، حيت اخر مدينه في الفيديو غادي تصدمك. لماذا العقار غادي يطلع في 2026؟ قبل ما ندخلوا للمدن خصنا نفهموا علاش 2026 بالضبط مهمه. نمو سكاني، مشاريع طرق وسكك حديديه، مدن صغرى ولات مطلوبه. الناس هربت من المدن الغاليه بحال الدار البيضاء الرباط. اللي فاهم دابا هو اللي رابح غدا. المدينه الاولى تازا. تازا مظلومه اعلاميا ولكن عقاريا كنز حقيقي. ثمن الشقق من 15 الى 25 مليون، منازل مستقلة بثمن معقول، هدوء زائد طبيعة، موقع استراتيجي بين فاس ووجدة. إلا كنتي باغي تسكن أو تستمر طويل المدى، تازا اختيار ذكي. المدينة الثانية خنيفرة. خنيفرة مدينة اللي مازال الناس ما عارفينهاش مزيان. أسعار جد منخفضة، طلب بدا كيطلع، قريبة للطبيعة والسياحة الجبلية، مناسبة لدار سكن أو كراء. اليوم رخيصة وغدا الله أعلم. المدينة الثالثة سيدي قاسم. سيدي قاسم مثال واضح على مدينة كتطلع بهدوء. دار ب20 مليون ممكنة، حركة تجارية، قربها من مدن كبيرة، مناسبة للناس اللي خدامين عن بعد. بزاف الناس ندموا حيت ما شراوش بكري. المدينة الرابعة جرسيف. جرسيف مفاجأة 2026. أثمنة جد مناسبة، مشاريع طرق، موقع استراتيجي، طلب بدا كيطلع، اللي كيشوف بعيد كيشري دابا. المدينة الخامسة الصادمة طنطا. طنطا أثمنة منخفضة بزاف، فرص استثمار، مستقبل سياحي، البحر زائد الهدوء. الناس كيشوفوا غير اليوم، المستثمر كيشوف 10 سنين لقدام. نصائح ذهبية قبل الشراء. قبل ما تشري دار في هذه المدن، زور المدينة بنفسك، سول الناس المحليين، شوف المشاريع القادمة. ما تستمرش بكل فلوسك مرة واحدة. فكر طويل المدى. دابا بغيتك تجاوبني في التعليقات، اين هي المدينه في هذه الحال اللي عجبتك. وإلا بغيتو فيديو كيفاش تشري دار بدون بنك، كيف تستثمر بعشرة المليون، او ارخص الاراضي في المغرب، دير لايك سبسكرايب وخلي الكومنت ديالك، حيت اللي جايه غادي تكون اقوى. والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم، تبارك الله عليكم، الى اللقاء.